على انه يكون للفتاه السعوديه نصيب كما هو للشاب السعودي. هو يعتقد، هو في مفهومه وفي ثقافته، انه الفتاه السعوديه قادره على ان تقدم ذاتها وان تخرج من الاطار في حدود اخلاقياتنا واخلاق وثقافتنا وتقاليدنا. نعم. اعتقد يعني انه تجربه شذا اثبتت انه نظرة الأستاذ محمد، نظرتي أنا في للفتاة السعودية في مكانها. إذا أستاذ محمد البكر، شاكرة ومقدرة لك استجابتك معنا والمشاركة أيضا معنا في هذا البرنامج. شاكرة ومقدرة لك إذا أستاذ محمد البكر، وأنت نائب رئيس تحرير جريدة اليوم السعودية. شكرا لك من الأعماق وبالتوفيق إن شاء الله أيضا يكون حليفك. كذا تعليق عندك على كلام أستاذ محمد؟ ولا شيء، أنا دائما أقول أستاذي يعني أستاذ أبو أريج دائما هو الداعم يعني زي ما تقولي للعنصر النسائي، يعني بالصحافة النسائية. الأستاذ محمد الوعال له يعني دعم كبير للقسم النسائي وللصحافة النسائية، لأنه مثل ما قال أبو أريج إنه هو ميقن تماما إنه المرأة النسائية لها تواجد في المجال الصحفي. طيب الحين احنا قاعدين نتكلم على الصحفية الميدانية، في ناس يمكن شذا ما يعرفون أصلا وش الفرق ما بين الصحفية الميدانية والصحفية المكتبية. صح. وش انت مثلا ببساطه تقدرين تفهمينهم وتوصلي لهم المعلومه؟ هي بكل الامرين هي راح نخرج ماده صحفيه، لكن الفرق في كيفيه اخراج هذه الماده. الماده الصحفيه لما نخرجها من خلف الشاشات تجديها شوي يعني تقدري تقولي ما ممكن نقول فيها مهنيه في التعبير، لكن العمل الصحفي الميداني ينتج لك يعني علاقات يعني مباشره مع الجمهور، ينتج لك حس صحفي، تشعري انك انت لما تكتب الماده الصحفيه تنتجيها بطريقة مختلفة تماما عن المادة الصحفية ما خلف الشاشات. طيب بيني وبينك شذا، طموح شذا طيب وين يوصل؟ أنا أتمنى أني أكون إن شاء الله بإذن الله مشرفة لوطني في الصحافة السعودية. إحنا يهمنا كثير أنه الصحافة مهمتها هي الإصلاح والتعديل الأمور اللي تحتاج التعديل في وطننا. إحنا لما نجي نذكر، مهمة هذه النقطة، إننا لما نجي نذكر مادة صحفية قد تكون نقدا لأحد الجهات، هي مو معناته إحنا نشهر من هذه الجهة، إحنا معناته نبغى نصلح من هذه الجهة عفوا. الأمر الثاني والمهم إننا لازم نضع خطواتنا بثبات. نحن كصحافة نسائية ميدانية لازم نضع خطواتنا بثبات، بحاجة إلى دعم، نعم، بحاجة إلى الصحفية، بحاجة إلى دورات، بحاجة إلى مد يد العون لها، أكيد بكل تأكيد هذا الأمر. وراح تبدع إلا لما أحد يعني يعطيها الدافع لهذه. طيب أسألك سؤال نفس اللي طرحته على أستاذ محمد، هل أنت متفائلة أم متشائلة أم أنك متشائلة أو متشائمة من إقبال الفتيات ناحية الصحافة الميدانية؟ أنا متفائلة كثير، لأني أجد في إقبال للصحافة النسائية، في كثير من المواطنات عندهم عندهم دافع للإقبال على هذا المجال. الجميل هنا في الموضوع أننا نحتاج إلى بادرة طيبة من الصحف السعودية، بحيث أنها تكون تدعم الصحفية السعودية في إخراج ملحق خاص لها، خاص للمجال الصحفي، يعني خاص زي ما تقولي للمجال النسائي، مبدعة، تكون مبدعة فيه وتكون ذو بصمات للمحررة الصحفية. في مثال مشابه لها أحد الصحف في دول الخليج. إحنا نحتاج إلى أن تكون البادرة من داخل وطننا. إذا أستاذة شذا، أنا جد سعيدة فيك وفخورة في دائما الإنجازات لما تكون صغيرة في السن ومع ذلك تبدع، تثبت جدارتها. أنت ما شاء الله صغيرة بالسن، لكن أنا أكيد أنك أنت كبيرة يعني بمقامك، وإن شاء الله بإبداعاتك المستقبلية. دائما بداية المشوار وبداية ال1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة. صحيح. شاكرة مقدرة لك، يعطيكي ألف عافية وشكرا لك. شكرا لك إذا شذا طيب، وأنت رئيسة القسم النسائي في جريدة اليوم السعودية. شكرا جزيلا لك شذا. وأكيد أيضا مشاهدينا الشكر موصول لدار جولي فاشن للأزياء للمصممة السعودية نجلاء البلم، وأكيد لسحر العبد العزيز اللي اليوم اهتمت بمكياجي، ولكل طاقم العمل اللي موجود معنا له اليوم أستاذ عبد الله الزهراني. أما عن نهايتي فلهذا اليوم فتقول: نتشاور، نتحاور، نتفق، نختلف، لكننا نصر ونجمع على أن العثرات التي تأتي أمامك اجمعها لتصنع منها دوما سلما يوصلك للنجاح. أما الآن فأكيد أنتقل بالصوت والصورة لزميلتي مجدورين سامي، والابتسامة التي دائما معودين فيها كل
كل الزميلات في استديوهات الرياض ومزيد أيضا من الفقرات الممتعة والجميلة. تفضلي مجدولين. شكرا لك يا ناهد. مساء الورد مجدولين. ما أسعد الله مسائك حبيبتي، وشكرا لك، وشكرا أيضا أشكر ضيفتك المميزة. فعلا هي نموذج مشرف وتميز مشرف أيضا كأصغر مديرة قسم نسائي في صحيفة اليوم. هذا شرف لنا كلنا ومصدر فخر واعتزاز لنا أيضا. شكرا لك يا ناهد. مشاهدينا حننتقل لتقرير